اهلا بيكم وجايلكم فيديو جديد. النهارده هنعمل كيكه بالشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم قوي. انا كنت عملت فيديو لصوص الشوكولاته. بصوا، هتلاقوه قبل الفيديو ده. جبت بقى خدت منه كوبايه وسبت الباقي في الخلاط، حطيت عليهم 3 بيضات وكيس من الفانيليا، وهنحط معلقه من الخل علشان ده محسن كيك. هيدي ارتفاع للكيكة وهيخليها هشة كده وحلوة قوي. هنحط بقى نص كوباية من السكر علشان احنا صوص الشوكولاتة ده عليه سكر، فعشان ما تبقاش مسكرة قوي هنحط نص كوباية سكر بس. يبقى حطينا 3 بيضات ومعاهم كيس فانيليا ومعلقة من الخل ونص كوباية من السكر. هناخدهم بقى مع بعض نضربهم في الخلاط عشان ننعم السكر، وهنحط معاهم كوباية من اللبن. كوباية من اللبن على كل المكونات دي، ونص كوباية من الزيت. ما ننساش ان الصوص الشوكولاتة بتاعنا عليه زيت، فمش هنكتر زيت قوي علشان ما تبقاش مزيتة قوي ودسمة. خلاص، يبقى هناخد بقى اللبن والزيت اللي احنا حطيناهم هنضربهم برضو في الخلاط. وكده بعد ما ضربناهم هو ده بقى الشكل النهائي. بصوا، ده الكوباية اللي صوص الشوكولاتة اللي احنا خدناها هنشيلها بقى في التلاجة علشان تجمد شوية. هنجيب بقى 3 كوبايات من الدقيق. دي بقى مكونات الكيكة: 3 كوبايات من الدقيق، وهيكونوا منخولين، لازم تكون منخولة، هيديكي نتيجة افضل في الكيكة. خلاص. هننخل بقى اول كوباية كوباية كوباية، اي مصفى عندك بتنخلي فيها. انا ما عنديش المصفى السلك، عندي مصفى الخلاط شغالة حلوة قوي. هننخل فيها الدقيق كده. دي تاني كوباية معايا. بصوا، لو عايزين تعملوا بس كوبايتين من الدقيق هيبقى 2 بيضتين 2 بس، ونفس مكونات كل حاجة، هنقلل بس السكر شوية. خلاص. ودي كوباية كمان من الدقيق، ويبقى كده معانا خلاص 3 كوبايات من الدقيق. هنحط عليهم ذرة من السكر. اي معجنات عندك بتحطي عليها ذرة بس من السكر، من الملح، سنة يعني. هنقلب بقى الملح مع الدقيق، وهنجيب باكو بيكنج باودر، كيك شيف او كوكس اي حاجة. خلاص. بيكنج باودر كيك شيف حلو قوي وبيدي نتيجة حلوة للكيكة. هنقلب برضو البيكنج باودر كويس قوي مع الدقيق عشان ما يديش مرارة. لو لقيتي الكيكة بتاعتك ممررة هيبقى من البيكنج باودر. هنقلبه كويس قوي، وهنجيب بقى الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه في الخلاط. هننزل بيه بقى على الدقيق ونقلب واحدة واحدة كده في اتجاه واحد، زي ما انتوا شايفين كده. في اتجاه واحد هنقلب الخليط بتاعنا، مش هننزل بيه مرة واحدة عشان ما تكلكعش معانا ويدخل لها هوا. هنقلب بقى كده في اتجاه واحد، وحبة حبة كده ننزل بالخليط بتاعنا. لو عندك بقى مضرب يكون افضل، ما عندكيش بالمضرب اليدوي ده وقلبي واحدة واحدة كده، هتلاقي كله دخل في بعضه. بالطريقة دي جربت الكيكة بالطريقة دي حلوة قوي. دي طريقة الكيكة بالشوكولاتة. هبقى اعمل لكم بقى الكيكة السادة، سهلة جدا. اهم حاجة في الكيكة ما يبقاش الفرن بتاعك سخن قوي. يعني مثلا انا في الخطوة ديت لسه كده ما ولعتش الفرن بتاعي. همسك بقى الخلاط بتاعي كده، امصمصه كده بشوية مية زي الست المصرية الأصيلة. لان القوام بتاعي تقيل، مش عايزاه تقيل قوي ولا عايزاه خفيف قوي. هحط برضو مش مية كتيرة، حبة واقلب، ولو احتجت احط تاني، مش محتاجة. يبقى تمام قوي حلو كده. اهم حاجة ما تسخنيش الفرن بتاعك قوي، الفرن بتاعك ما يبقاش حامي عشان الكيكة بتاعتك ما تبص وتقولي ده باظت من المكونات. لا، مش من المكونات، هتلاقي من سخونية الفرن. انا كده عمالة اقلب ولسه برضو ما ولعتش الفرن بتاعي. بصوا القوام بقى بينزل بسهولة معايا. همسك بقى الصينية بتاعتي، هدهنها زيت
من الارضيه والجناب عشان الكيكه بتاعتي ما تلزقش. وفي ناس بتحط رشه دقيق، ما جربتهاش بصراحه قبل كده، انا بعملها كده بالزيت حلوه قوي، بتبقى ناجحه معايا. هنزل بقى بالخليط بتاعي في الصينيه، هبدا بقى اخرج منها الهواء، ادبها دبتين كده. كده بقى انا فتحت الفرن بتاعي خلاص. افتح الفرن يعني اول ما انزلها افتح الفرن كده خلاص. بعد لما استوت معايا، ما تفتحيش عليها الفرن خالص خالص، انا كده بديها فتحات عشان الصوص الشوكولاته ينزل جواها. ما تفتحيش الفرن عليها خالص، وما يبقاش الفرن بتاعك سخن، او ما تشمي ريحتها وطي البوتاجاز. كده انا لقيت القوام بتاعي تقيل، خففته بشويه لبن. اما تلاقي صوص الشوكولاته تقيل معاكي خففيه بشويه لبن. كده خلاص. نزلت بالصوص بتاعي على الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة نزلت بيه على الكيكة، وكده أصبحت جاهزة. هبدأ بقى أقطعها وأوريكم الشكل النهائي بتاعها. حلوة قوي، جربوها هتعجبكم. كده بصوا بعد لما قطعتها بقى الشوكولاتة نازل كده عليها، شكله حلو قوي. كده الفيديو بتاعنا خلص، مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد.